هي أضرار حبوب منع الحمل؟ وهل هي ممكن تسبب في عقم؟ طب لو أنا حملت وأنا باخد حبوب منع الحمل، يا ترى إيه اللي ممكن يحصل؟ طب ليها ضرر أثناء الرضاعة؟ بالرغم إن حبوب منع الحمل ليها فوائد كتيرة، لكن برضو ليها أضرارها. هشرح لك كل حاجة بالتفصيل، بس الأول ادخلي على اللينك واعملي اللايك. أبليكيشن الداية تقدري دلوقتي تعرفي منه أقرب صيدلية ليكي والتقييم بتاعها كام، وكمان عناوين ومواعيد الدكاترة، وكمان المعامل وخدماتها. حملي أبليكيشن الداية دلوقتي. حبوب منع الحمل عبارة عن وسيلة هرمونية بتمنع حدوث التبويض، وليها أنواع كتيرة، لكن أضرارها بتختلف من ست للتانية. ولازم تعرفوا إن حبوب منع الحمل عبارة عن مجموعتين، حبوب مركبة وحبوب صغيرة. ده غير بعض الستات بتشعر بغثيان خفيف في الفترة الأولى من استخدامها، وكمان بتزود إفرازات المهبل أو جفافه. ده غير كمان وجع الثدي. وطبعا ممكن تحملي وانتي بتاخدي الحبوب، بس ده بسبب ايه؟ بسبب انك مش ملتزمة بميعاد الحباية، وممكن تكوني بتاخدي كمان أدوية تانية بتأثر على فاعلية الحباية. خدي بالك أول لما تعرفي إنك حامل لازم توقفي الحبوب على طول، ولو بتاخديها وانتي بترضعي ما تخافيش. والأفضل إنك تاخدي الحبوب الصغيرة مش المركبة، عشان المركبة بتأثر على كمية لبن الأم. نهايته لازم الدكتور يحدد لك نوع الحباية اللي تناسبك، ما تاخديش كده حاجة منك لنفسك وخلاص. يلا يا حبايبي، هنتظر رسايلكم على صفحة البرنامج، وأنا هرد عليكم على طول. هتوحشوني للحلقة اللي جاية من برنامجكم الداية. أبليكيشن الداية تقدري دلوقتي تعرفي منه أقرب صيدلية ليكي والتقييم بتاعها كام، وكمان عناوين ومواعيد الدكاترة، وكمان المعامل وخدماتها. حملي أبليكيشن الداية دلوقتي.